يقول الحق جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن هنا بنفترض سؤال مهم جدا، وهو ليه ربنا حلل للراجل 4 والست لأ؟ وإجابة السؤال ده هتكون علمية فقط، وبالأدق بيولوجية. وهنا محتاجين نرجع خطوتين لورا شوية، من أول ما يكون عندنا بويضة ناضجة. البويضة دي بيتم اختراقها عن طريق الحيوان المنوي، واللي بتسمى العملية دي بعملية الإخصاب، واللي بيتم في قناة فالوب. كل ده طبعا بيتم بعد العلاقة الحميمية أو السكشوال انتركورس. البويضة المخصبة بتاعتنا دي بقى بتدفع عن طريق الأهداب اللي موجودة في قناة فالوب، وهي أهداب صغيرة بتشبه الشعر كده ومبطنة قناة فالوب، وبيتم فيها دفع البويضة نحو الرحم. وفي الوقت ده تكون البويضة دي بتنقسم انقسامات كتير جدا أثناء حركتها من القناة باتجاه الرحم، وبتدخل البويضة الملقحة في الرحم في غضون من 3 ل5 أيام. ومع وصول البويضة المخصبة للرحم والتصاقها في جدار الرحم بتبدأ وتتوالى عمليات تكوين الجنين في الرحم. من هنا احنا بنستنتج ان احنا عندنا نوعين من الموارد البشرية، وهما الحيوانات المنوية والبويضات. الحيوانات المنوية اللي بتمثل الذكر، واللي مبدئيا كده هي متوفرة بشكل كبير وسهل الوصول إليها. وده معناه ايه؟ ده معناه لو ركزنا كده هنلاقي ان الذكر بينتج في الايجاكيوليشن الواحدة بس حوالي من 15 ل 200 مليون حيوان منوي لكل ملي لتر. على الناحية التانية بقى من البويضات، فالبويضات بتكون قليلة غير متوفرة، ويبقى في مجهود للحصول عليها. يعني لو ركزنا كده مع الست هنلاقي ان على مدار حياتها كلها طول حياتها بتنتج حوالي 1,000,000 بويضة. طبعا الرقم ده بيقل ل 300,000 عند البلوغ، و25,000 عند سن 37 سنة، و1000 بويضة بس عند سن 51 سنة. ومن ضمن بقى الأرقام دي كلها ما بينضجش غير 300 ل 400 بويضة بس. انت شايف الفرق؟ الراجل في المرة الواحدة من 15 ل 200 مليون، مقابل الست على مدار حياتها في سن البلوغ 300,000 بس. ومن ال 300,000 دول 300 ل 400 بويضة بس هم اللي بيكونوا ناضجين، يعني جاهزين لعملية الإخصاب وتكوين الجنين بعد كده. طب ده كله إيه معناه بقى يا يوسف؟ ده بيكون إجابتنا الأولى على السؤال بتاع الفيديو، وإن الذكر عنده القدرة الهائلة إن هو ينتج حيوانات منوية النهاردة وبكرة وبعده وكل يوم عادي جدا وبالملايين. الموضوع ما بياخدش معاه مجهود، وبالتالي فهو عنده القدرة البيولوجية ان هو يتزوج بواحدة واثنين وثلاثة واربعة. على الناحية التانية بقى لو جينا للست، فالانتاج البويضة عشان تكون البويضة دي كمان ناضجة ده بياخد من الجسم بيولوجيا مجهود كبير واستثمار كبير، وعلى مدار حياتها ما بتنتجش غير عدد محدود مقارنة بالذكر. وبالتالي بيولوجيا فكرة ان هي تتزوج من 1 و2 ده مش هتقدر تكفي كل ده، هتستهلك تماما، وممكن الموضوع يكون خطر جدا على حياتها. طب يا عم يوسف احنا راضيين بقضاء ربنا وكل حاجة، بس معلش يعني لو الست كان مواردها اكتر شوية زي الراجل كده مش كانت هتسد في الموضوع ده وتقدر عادي انها تتجوز 1 و2 و3؟ لا برضه، لان ده اللي بيدخلنا على النقطة التانية وهي الولادة. هنكمل بقى العملية. الولادة اللي تعتبر تاني ألم بيتعرض ليه الإنسان بعد الحرق، ده تاني أشد ألم بيتعرض ليه الإنسان. فتخيل بقى هي حامل من 1 أو 2 و3 في نفس الوقت، فاهم؟ وفكرة الولادة أصلا عشان تكون آمنة لازم بعد ما تولد تقعد على الأقل 2 وبعد كده تخلف تاني. فالفكرتين بتوع إن هي تشيل 3 4 في بطنها أو إن هي تولد 3 4 مرات في السنة ده خطر عليها وممكن يؤدي للوفاة. يعني يا عم يوسف أنت جاي في الفيديو تقول إن ربنا ميز الراجل عن الست يعني؟ مبدئيا فكرة المقارنة دي غلط، لأننا كائنين مختلفين، وبالتالي الاختلاف بيعني التكامل مش المقارنة. احنا كائنين بنكمل بعض، كل واحد ليه احتياجات عند التاني بيكملها، وده برضو بيولوجيا. ثانيا ده مش بيدي تقليل للمرأة اطلاقا، ولكن بيديها ميزة وهو حكم الاختيار. ايه حكم الاختيار ده؟ بيكون عندها حرية ان هي تقعد وتختار زي ما هي عايزة. وعشان كده بنلاقي ستات بتقعد قدامها رجالة بشنبات تختار الزوج المناسب، وده اللي المفروض فعلا طبيعي يحصل، لانها معيش يعني تستثمر في مواردها اللي هي انتاجها صعب جدا وبيستهلك مجهود كبير جدا. الموضوع مش جاي بالساهل يعني، فلازم تختار زوج مسؤول يقدر يوفر لها الامان المادي والامان المعنوي وامان ليها ولعيالها. ما هي بتستثمر في ولد برضه، مش واحد يجي اللي هو يتجوز كده ويخلع ويسيبها بقى هي بالعيل تشيل. لا، هي عشان كده ليها حكم الاختيار عشان تختار الرجل المناسب، وده بيبان جدا في عالم الحيوان. الأنثى في عالم الحيوان هي النمبر 1، مثلا ملكة النحل، أنثى العنكبوت. للمعلومة يعني بالمرة،
بتاكل جوزها في يوم الجماع بعد ما تخلص جماع عادي، وعشان كده الذكر من العنكبوت ممكن يجيب حشرة ويلفها لها كده ويقدمها لها هدية في يوم الجماع، عشان يعني لما يخلص يقدر يخلع ويسيبها هي تقعد تاكل بقى براحتها. وبس يا معلم، هو كان الفيديو بتاعنا النهارده، متنساش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جاي. سلام.